أهلا وسهلا بك وبضيفك. في تقديري أن المسؤول عن تدهور العلاقات بين البلدين، بل وتدهور حتى علاقات فرنسا بالقارة الإفريقية بأكملها، لأنه المغرب هو موقفه لا يختلف عن موقف الكثير من الدول الإفريقية ومن كثير من الشعوب الإفريقية حيال فرنسا. هو المسؤول في هذا كله هو فرنسا وسياسات فرنسا على مدار أكثر من 60 أو 70 سنة، وهي تتصرف بنفس الطريقة مع الدول الإفريقية، مع الشعوب الإفريقية. المغرب تحديدا منذ نحو أو قرابة 3 عقود وفرنسا تعرقل، تشوش، تحاول بجميع الإمكانيات أن تواجه المغرب في نقطتين أو في مستويين. في المستوى الأول فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية، التي فرنسا تعتبر من المسؤولين عنها بافتعالها لمشكلة الحدود مع الجزائر وبدعمها ودفعها للجزائر لكي تفتعل مشكلة الصحراء أو النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومن ثم المكوث فيه والمضي فيه إلى هذا التوقيت وتأبيده ومحاولة تأبيده. ثم النقطة الثانية هو أن المغرب اختار منذ التسعينيات أن ينفتح على شراكات متعددة الأطراف، أن ينفتح على القوى الصاعدة، أن ينوع شراكاته الدولية، حتى أن ينوع من إمكانياته ويقوي من قدراته الوطنية واستثماراته الوطنية وتوجهاته الطوعية نحو القارة الإفريقية ونحو مواضيع السياسة الدولية. فرنسا كانت دائما تحاول أن توقف هذا، أن تفرمل هذه المفاعيل، أن تقف في وجه هذه الإمكانيات الوطنية المغربية المتزايدة والمتلاحقة. ثم فوق كل هذا نجحت المغرب منذ العام 2015 في دخوله مساحات استثمارية كبرى في القارة الإفريقية، أيضا تنويعه لشراكاته مع الصين ومع روسيا ومع قوى أخرى ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مؤخرا مع إسرائيل في العلاقات العسكرية وما إلى ذلك. كل هذا يجعل فرنسا تزيد من حملتها الإعلامية يعني المسعورة تجاه المغرب، التي فيها الكثير من المواقع الإلكترونية والتلفزيونات والمحطات الإعلامية، وأيضا حتى برلمانيين فرنسيين وجزء من الطبقة السياسية في حملات مغرضة تجاه المغرب وضد المغرب. جاءت وقعة زلزال وأصبح الموضوع بالنسبة لفرنسا مجرد منصة تدعي من خلالها أنها تناصر المغرب إنسانيا. في الحقيقة هي تريد أن تضرب مبدأ السيادة الإنسانية له كمفهوم أساسي في القانون الدولي تكافح من أجله الدول، ومن ناحية ثانية تريد أن تواجه المغرب في عنوان أساسي مرتبط بشأنه الداخلي، إدارة حملة إعلامية مسعورة ضده. مجموعة من المعطيات المتراكمة التي تؤكد أنه فرنسا ترفض أن تقبل بالوضعية التي أعطاها لها الجيوبوليتيك والتاريخ. لكن ما شعر التي قطم الظهر البعيد برأيك في تحديدا في الآونة الأخيرة؟